السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل رز حبة وحبة، وهعمل معاه كمان بطاطس محشية ان شاء الله. كده انا حطيت الرز على النار لغاية ما تلون. اول ما بنزل بقى ببقية الرز بيتشمع على طول، لان بتكون الحلة سخنة وكل حاجة سخنة، ما بياخدش وقت خالص، بيتشمع على طول. هقلبه شوية وانزل بعد كده بقى بالملح، واحط برضو رشة الفلفل دي عشان بتخليه شوية كده كأنه مسقي شوربة، حتى لو هو مسقي مية. كده نزلت اهو بالملح، وبعد كده معلقة فلفل. على فكرة يا جماعة، تكبيرات العيد موجودة في الراديو، اللي عنده راديو بقى يشغله ونسمع كده تكبيرات العيد. كل سنة وانتم طيبين. كده نزلت بمقدار المية. الرز المصري لكل كوباية رز بياخد، ده عشان مش بشعرية، بياخد أقل من اللي بشعرية. الشعرية بتشرب المية شوية، لكن ده رز حباية وحباية، تقريبا الكوباية بتاخد كده كوباية وربع مية، انما التاني الكوباية اللي بشعرية بتاخد كوباية ونص مية، او اقل من كوباية ونص كمان. كده هو بدأ يتشرب اهو. هديت النار عليه وهسيبه بقى لغاية لما يتشرب خالص. بس انا بحب اعمل الرز لوحده والبطاطس لوحده عشان الدنيا ما تتلخبطش. بفصل الفيديو ده عن الفيديو ده. كده بقى احمر البطاطس، اللي هو قلب البطاطس، بعد ما قورته، يعني بعد ما قورت البطاطس ده القلب بتاعه، هحمره في زيت. بعد كده حمرت البطاطس التاني اللي هو متقور. ودي اللحمة اللي انا كنت عاملاها، اللي قلت ممكن هشيلها للعيد، بس صراحة ما شلتهاش، هبقى اجيب غيرها بقى واشيلها للعيد. اتفرولت اهي خالص، والتكتيلة اللي فيها فكت خالص لما دخلت الفريزر وخرجت. وده فلفل احمر موجود في السوق دلوقتي، لو بتحبوا تخزنوه خزنوه. ده كده بقى بدأت احشي. بنتي هي اللي حشيته كده ورصته الرصة دي. والفرشة اللي تحت دي شوية لحمة مفرومة على البطاطس اللي هي كانت طالعة من قلب البطاطس، التقوير بتاعها يعني. بعد ما حمرتها رشيت عليها شوية ملح صغيرين وشوية فلفل أسمر، وبعد كده رص كده مع شوية لحمة مفرومة متعصجة كده حبة صغيرين. بعد كده هرصها الرصة دي، وانزل بقى عليها بالقوطة المعصورة ومتصفية. كده رفعتها على النار، هسيبها بقى شوية لغاية ما تدخل في السوا كده، وبعد كده اروح بقى مدخلاها تحت الشواية. اغطيها بقى واسيبها. كده استوت اهي خلاص. دخلها بقى تحت الشواية شوية. كده قدمتها بقى مع الرز الحبة وحبة، مستوية خالص اهي ودايبة. بألف هنا.